السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم في قناه محمد عصام. النهارده جاي اشرح لكم حاجه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، هي طريقه تركيب مود للحرس الشخصي في لعبه جاتا 3. بس يا ريت لو انت لسه اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، ويلا بينا. ورجعت لكم تاني يا شباب، وزي ما انتم شايفين طبعا اول حاجه هتعملها ان انت هتدوس على اللينك اللي مثبت في اول كومنت تحت الفيديو. هيبدا ان هو يظهر لك ليه المود دوت او الصفحه ديت. طبعا يا جدعان ده مود الحرس الشخصي للعبه جاتا 3. كل اللي عليك ان انت هتدوس على كلمة داونلود هنا، وهتبدأ ان انت تلغي ديت. هيبدأ يا جدعان ان هو ينزل معاك بشكل سريع جدا جدا. هبدأ ان انا اخش كده عليه اهو يا جدعان، زي ما انتم شايفين ده مود الحرس الشخصي. طبعا يا جدعان هبدأ ان انا ادوس عليه كليك شمال كده وادوس على مود الحرس الشخصي. هيبدأ ان هو يطلب مني كلمة سر او باسورد، هتلاقيني كاتبها لك في الوصف تحت الفيديو او هظهرها لك على الشاشة هنا. ابقى اكتبها يعني، او ممكن ان انت تاخدها كوبي بيست هنا كده من اسم اسمها محمد عصام. هتبدأ ان انت تاخدها من هنا كده وهتبدأ تحطها بيست هنا وهتدوس على اوكي. اهو يا جدعان طلع لي الملف زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا اخش عليه كده اهو يا جدعان، زي ما انتم شايفين ده ملف مهم جدا جدا انا بخش اشوفه. هتاخد ملف كليو دوت كده وهتبدأ ان انت هتروح عند اللعبة بتاعة جاتا 3. اهو يا جدعان ده ملف كليو، لو انت مش محمله هتلاقيني سايب لك طريقة تحميله في الوصف تحت الفيديو او مثبت في اول كومنت. هتبدأ ان انت هتحمله، وبعدين هتبدأ ان انت هتدوس هنا كده في حتة فاضية وهتدوس على كلمة بيست. هتعمل استبدال لملف كليو، هتقوم دايس على كلمة يس كده يا جدعان. المود اشتغل معاكم اللي هو مود الحرس الشخصي. هبدأ ان انا اخش اللعبة وهرجع لكم مرة تانية. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين هبدأ ان انا عشان افعل المود هبدأ ان انا ادوس على كلمة تاب زائد بي، يعني هدوس على تاب وبي مع بعض. اهو يا جدعان شايفين الحرس الشخصي بتاعي 3 هما يا جدعان زي ما انتم شايفين كده. المود اشتغلت معانا 100%. يعني مثلا لو خدتهم دلوقتي، انا عايز اخد واحد بس دلوقتي. بصوا يا جدعان، واحد او اتنين على حسب العربية هتكفي ايه. هاخدهم وابدأ ان انا اروح بعيد شوية كده. العربية دي مثلا اتخانق مثلا مع الراجل ده. بصوا يا جدعان ضرب بعدها على طول نار. الحارس بتاعك بقى. وكانت دي نهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان سهل وبسيط عليكم. لو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا باللايك وبالشير وبالسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.